بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله نصوموه بالصحة والهنا، وربي يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. نستقبلوا أول يوم من رمضان، وأنا اليوم بديت بطاجين الجبن وقلت نشارك الوصفة معكم. رايحة ندير لكم الوصفة الأصلية تاع طاجين الجبن. تبعوني يا البنات، هيا بينا نروحوا المقادير. عندي هنا 500 غرام من اللحم يكون مرحي. عندي هنا فلفل أبيض وملح، تقدروا ديروا فلفل أسود إذا كان ما عندكمش. عندي هنا حبة متوسطة بصل، شوية معدنوس، بيضة، عندي 3 مغارف كبار زيت، وعندي عصير ليمون. نخلط مليح كل المكونات، ومن بعد نزيد لهم 2 مغارف كبار تاع خبز مرحي، ونزيد نخلط مليح. نحط شوية زبدة في مقلة ونخليها حتى تذوب. من بعد نحط ذاك اللحم يتقلى، ولازم تجيبوا ملعقة خشبية وتبداو تدقدقوا فيه، ما تخليوهش يدير كتلة البنات، وبقاو تحركوا فيه حتى يولي يلصق في المقلة كيما راكم تشوفوا، باه تجي فيه بنة الشوا. من بعد نطفي عليه. شوفوا البنات كيف راهم دقدقه وما دارش كتل. نجيو نوجدوا المرق اللي نقدموه معاه. هنا درت شويه تاع زبده وشويه تاع زيت، تقدروا ديروا سمن. نحط طرف تاع دجاج، اذا كان عندكم اللحم يكون احسن. نزيدوا شويه زيتون، عندي بصل وثوم، ونجي نتبل ملح، كركم، زنجبيل، فلفل اسود وراس الحانوت. عندي هنا شويه معدنوس، نخلط مليح ونخليه يتقلى على نار قليله، ومره على مره راني نحرك حتى تذبل هذيك البصل. هنا نجينا مرقوب ما سخون، راكم تشوفوا غير ربي دير دقيقه وحركت روحي. من بعد نقفل عليه ونخليه يواصل طيابه. هنا عندي 3 بيضات، الحجم تاعهم يكون كبير، درت لهم رشه تاع فلفل اسود ورشه تاع ملح، وزدت لهم كريمه سائله حوالي 4 كاس ولا شويه اكثر من 4 كاس. نخلط مليح ونفرغوه على الخليط، يعني على اللحم مرحي بعد ما برد. اذا كان البيض تاعكم صغيره البنات ديروا 4، خلطوا مليح. من بعد ندهن المول بالزبده ونجي نفرغه فيه كطبقه اولى. نزيد شويه فرماج مرحي، ومن بعد ندير فرماج كيما راكم تشوفوا هنا، وندخلوه للفرن يطيب حتى يدي هذا اللون الاحمر. خليوه حتى يدفى باش تقسموه. وها هو طاجين الجبن تاعنا وجد. صحة فطوركم البنات. سلام.